بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش. مكوناته هيكون لفة جلاش، وعندنا هنا كوباية سمنة. وعندنا هنا العصاج، وهنبدأ مع بعض ان احنا نعمل الجلاش. كده يا بنات تبدأي تفردي، تحطي السمنة كده، يدوب بس تحطي كده حبة بسيطة. معلش يا بنات لو في صوت ظهر في الفيديو، لان عندنا فرح هنا في الشارع، معلش. طبعا هترصي بالتبادل، وتبداي ان انت بقى كل طبقة تحطي لها حبة سمنة، حابة ان انت تكتري، حابة ان انت تحطي مثلا حبة بسيطة، على حسب رغبتك كده. بعد كده نخلص المقدار، واول ما نوصل لمرحله العصاج هوريها لكم. شوفوا كده يا بنات، بعد ما خلصنا وحطينا العصاج، هنبدا ان احنا نرص الطبقه التانية فوق الصينيه علشان نكمل. بعد كده هنقطعها ان شاء الله. شوفوا يا بنات، بعد ما خلصنا كده كل الكميه اللي عندنا، عملنا صينيتين، واحده صغيره وواحده كبيره، قطعناهم مربعات، وحاليا هندخلهم الفرن ان شاء الله وارجع لكم تاني. شوفوا كده يا بنات، بعد ما طلعناها كده من الفرن، حاليا هنسقيها بلبن، لان احنا مش بنحب اصلا طعم البيض، فهنسقيها باللبن بس، وهندخلها نرجعها تاني الفرن. اهو كده يا بنات زي ما انتم شايفين. والتانية برضو بعد ما احمرت كده واخدت اللون الذهبي كده، اللون حلو خالص. والتانية اهي هنسقيهم باللبن وندخلهم الفرن ونرجع لكم تاني كده، ونرجعها الفرن علشان طبعا ايه تطرى كده وتبقى حلوة. بصوا يا بنات كده شايفين، ده بعد ما خلصنا كده الجلاش باللحمه المفرومه. طبعا هو طالع زي ما انتم شايفين كده مورق وحلو كده وهش، وطبعا مستوي كده من تحت، شكله لونه ذهبي، وزي ما انتم شايفين كده مستوي ومقرمش عادي، حلو خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده طري. طبعا احنا مش بنضيف اللبن يا بنات خالص غير بعد ما الجلاش بيستوي خالص، وبعد كده نضيف اللبن علشان يفضل طري، ياخد القرمشه بتاعته وياخد الطراوه من اللبن زي ما انتم شايفين كده. غير كده يا بنات احنا مش بنحب اصلا نضيف اللبن معاه، لان احنا سوري معلش انا اسفه، اقصد البيض، مش بنحب نضيف البيض معاه، لان البيض بيبقى ليه زفاره كده، واحنا مش بنحبه، فعلشان كده بنعمله باللبن. سبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.